التوقيت اللي احنا فيه ده بيكون لبن دسم جدا ومتوفر، غير طبعا فصل الصيف بكتير. طبعا شهر طوبة من افضل الاوقات اللي بتعمل فيها الجبنة القريش، وكمان ممكن تتخزن. لو انت عندك حصيرة او مفيش عندك حصيرة مش مشكلة، النهاردة هنعمل الجبنة القريش بطريقة سهلة وبسيطة، وهنشوف قد ايه هي موفرة. حتى ان ما كانتش نسبة التوفير بتاعتها عالية جدا، يكفي ان انت بتعملي حاجة نظيفة في قلب بيتك، وكمان بتطلعي شوية كده من القشطة، بتعمليهم زبدة، بتعمليهم سمنة بلدي، بتستفيدي حتى كمان من شوية يعني الشرش اللي بينزلوا من الجبنة، بتستفيدي منهم وبتعملي بيهم احلى حاجة، وبتعملي بيهم معجنات. وكل دي من خيراتنا في الريف وفي المدن كمان طول فصل الشتاء. هنعمل النهاردة كمان السمنة البلدي من يعني من اللبن اللي احنا غاليينه، وكمان من اللبن اللي احنا هنعمله جبنة، وهتشوفوا النتيجة وجمالها ان شاء الله. وهنعمل كمان المرط الفلاحي، طبعا دي هتطلع معانا واحنا بنشتغل. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الفيديو. في الاول كده احنا هنجيب كمية اللبن اللي احنا هنبدأ نشتغل بيها، حوالي 6 ل7 كيلو لبن تقريبا اللي انا هستعملهم النهاردة. هبدأ كده ان انا اصفيهم كويس واتأكد ان اللبن ده مفيش فيه اي شوائب او اي حاجة مش كويسة. وبعد كده انا هبدأ اجيب الحلة احطها على النار، واول ما الحلة تسخن معايا هصب فيها اللبن وهغطيها وهسيبها مركونة على الرخامة او في فرن البوتاجاز، اكون دفيته 5 دقايق وطفيت الفرن. وبعد كده بحط الحلة وبسيبها في مكانها لغاية ما اللبن بتاعنا كده يبدأ ان هو يتجمد ويبقى عامل زي اللبن الرايب. طبعا الموضوع ده ممكن ياخد منك يوم او 2 على حسب يعني درجة البرودة اللي عندك. طبعا في الصيف هو على طول تاني يوم بتلاقي ان اللبن ده يعني راب عندك واتكونت الجبنة. عشان احنا دلوقتي في الشتاء، فانت بتحطيه في مكان يكون دافي، وياريت كمان لو غطيتيه بأي حاجة تقيلة، ويعني ما يتحركش من مكانه تماما لغاية ما يتجمع. بعد كده بتلاقي بقى خلاص يعني اتجمد معاكي اللبن، والقشطة اصلا بتبقى مفصولة عن اللبن كده، بتشيليها كده بمعلقة او بايدك حتى، ويبقى كده خلاص اللبن عندك فصلتيه عن القشطة. بيطلع كمية القشطة مختلفة، مش كل اللبن زي بعضه، في لبن يصفي جبنة وفي لبن يصفي قشطة. فاللبن بتاعنا النهاردة ما شاء الله يعني صفى كمية قشطة كويسة، وان شاء الله هيصفي اللبن كويس. بعد كده بقى بعد ما فصلناهم هتجيبي معلقة كده من الملح وتبدأي تحطيها، وكوباية مية مغلية، كوباية كبيرة مية مغلية، وتبدأي تحطيها على اللبن المتجمد بتاعك كده، تقلبي كويس المية وتقلبي الملح. وطبعا اثناء التقليب ده بيتهرس بقى الكتله الكبيره بتاعه اللبن اللي قدامك. وبعد كده هتجيبي الحصيره، مفيش عندك حصيره هتجيبي طبق بلاستيك وهتحطي فيه قماشه وتحطي فيه. طبعا انا هبدا احط بقى كده، انقل اللبن المتجمد عندي ده اللي هو هيبقى الجبنه، وابدا احطه على الحصيره، واحط تحت الحصيره حاجه كبيره وواسعه علشان تستقبل الشرش اللي احنا هنخرجه. الشرش ده طبعا مش بنرميه، لا احنا بنستخدمه وبنخزن فيه جبنه وبنعمل بيه معجنات، بنعمل بيه قرص، بنعجن بيه البيتزا، بنخبز بيه عيش او كماج، بنعمل بيه حاجات كتيرة جدا. وطبعا بيكون غني بالفيتامينات، وطبعا يعني دي حاجة ما فيش حد يرميها ابدا. طبعا الحصيرة مش هتاخد الكمية كلها، وانا كمان عايزة اوريكم لو هنحطه في المصفى هنحطه بالشكل ده. نحط شاشة كده نظيفة بيضة، ونبدأ برضو نحط كمية الايه اللبن المتجمد ده عندنا، ونفضيها كده بالراحة. ويبقى كده دلوقتي احنا عملنا شوية في الحصيرة وشوية في المصفى. عندك بقى برضو ده في مرة تانية كنت عاملة الطريقة دي، يعني ده مش بقية 6 كيلو طبعا او ال7 كيلو اللي انا عاملاهم. دي طريقة تانية برضو. جبت شبكة الفرن بتاع البوتاجاز، وحطيت عليها شاشة نظيفة، وبدأت ان انا احط عليها اللبن. يعني اللبن المتجمد معايا اللي هو الجبنة. بدأت ان انا احطها عليه بالشكل ده، ولما بدأت ان الشرش بتاعها يعني يصفى كده منها كويس، هبدأ بقى ان انا الفها زي الرول كده، وهسيبها برضو مركونة بنفس الشكل كده على الشبكة، وتحتها حاجة كبيرة علشان ما تنزلش المية بتاعتنا على الأرض أو الشرش على الأرض. وسبتها برضو لما نشفت وبقت زيها زي الجبنة اللي في الحصيرة بالظبط. يعني الأمور مش لازم الحصيرة أو الحصيرة هي اللي هتخلينا نعمل أو ما نعملش الجبنة. يعني شوية بشوية كده بتبدأي ان انتي تحركيها لغاية ما تلفيها رول، وتسيبيها لغاية ما تنشف تماما، بتلاقيها طالعة بالشكل الجميل ده.
بتبدأي بقى لو عايزة تجيبي الشوكة كده وتعمليها بالشوكة من بره كأنها جبنة قريش ماشي، عايزة تسيبيها بالشكل ده ماشي. طبعا احنا بنسيب الحصيرة حوالي 10 ساعات تقريبا، يعني من الصبح بالليل او من بالليل لتاني يوم الصبح. تصفي بقى كل المية اللي فيها. اول ما تلاقيها ما عادتش بتنزل ميه خلاص، انا رافعاها عندي على دولة في المطبخ كده ومعلقاها، وعامله لها اربطه كده بسيطه، وبعلقها بقى وبسيبها مثلا من بالليل لتاني يوم او من الصبح بالليل. بتلاقي الجبنه بقى خرجت معاكي بالشكل الجميل بتاع الحصيره اللي كلنا عارفينه ده. ما عادتش خلاص بتنزل ميه، تبداي بقى تجيبي السكينه وتقطعيها. هي عامه الحصيره بيكون فيها فواصل كده، فانت بتبداي تيجي عند الفاصل وتقطعي قطعه الجبنه القريش. شايفين قد ايه قطعه الجبنه شكلها جميل، قد ايه نظافتها وبياضها، بصراحه شكلها مشهي وتفتح النفس جدا جدا. احنا طبعا نعتبر حاطين في الكمية الكبيرة دي كلها معلقة ملح صغيرة، وانت بقى بتحطي الملح على حسب رغبتك. يعني لو انت حابة ان هي يكون فيها ملح اكتر من كده مفيش مانع، انما انا دايما بحبها من غير ملح. وبعد كده عند الاكل ببدأ اضيف لها الملح بقى بالشوكة كده، وتبدأي تعملي بقى كمية الجبنة اللي انت كمان مطلعاها من على الشاشة والشبكة. وتبدأي برضو ان انت تقطعيها. طبعا انا مش هقطع الجبنه الا ما الاقيها خلاص ما عادتش بتنزل ميه خالص، والشرش بتاعنا كده نشف. شايفين الجبنه كانها زي اللي في الحصيره، ما فيش يعني فرق، او الفرق بسيط. يعني اللي ما عندوش حصيره مش هيقف على كده. كده طلعت الجبنه القريش بتاعتي، هبدا ان انا يعني اوزنها. تقريبا عملت حوالي 2 كيلو من الجبنه القريش. كمية اللبن بصراحة يا جماعة أنا مش متأكدة إن كانوا 6 أو 7، يعني لأن كان فيه لبن الكيس اتقطع، فبصراحة ما قدرتش أحسب الكمية بالظبط قد إيه، بس هي من 6 ل7 كيلو من اللبن. طلعنا دول من الحصيرة، وطلعنا الكمية التانية كمان اللي احنا شفناها. دي بقى القشطة اللي أنا طلعتها من على وش الحلة. طبعا الحلة بتاعت الجبنة بتاعتي أنا حطاها عندي بستعملها فقط وانا بعمل الجبنه القريش، لان مقاسها كبير وانا مش بحتاجها دايما في الطبيخ. انا عندي كمان قشطه من وش اللبن، انا مخزناها كده في الفريزر. كل ما بجيب لبن اغليه واشيل وشه واعينه في الفريزر لغايه ما كونت الكميه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هبدا بقى اطلعها من بدري واسيبها تفك، وبعدين احط عليها كمان القشطه اللي احنا مطلعينها من على وش الجبنه القريش. بقى عندي بقى كميه القشطه اللي انتوا شايفينها دي، هنعملهم الاتنين على بعض. طبعا هي يعني طريقة واحدة اسهل من كده مفيش، انك انت تجيبي المضرب وتبدأي ان انت تضربي القشطة على بعضها، سواء انت عندك وش لبن بس او عندك القشطة بتاعت اللبن بس بتاعت يعني الجبنة اللي عندك هتقدري تستخدميه وتطلعي منه احلى سمنة بلدي واحلى زبدة كمان لو انت مش عايزة تعمليها سمنة بلدي. هتجيبي المضرب وتفضلي تضربي فيها كده لغاية ما تبدأ تتكون معاكي زبدة بالشكل ده. هتحطي معلقة من الملح وبعدين تقلبي فيها برضو. طبعا انت ممكن لو ما عندكيش مضرب تعملي بايدك، هي تبقى مرهقة شوية بس هتطلع برضو معاكي نفس النتيجة. اول بقى ما القشطه تبدا تتجمع كده معاكي، هتبداي ان انت تلاقي الميه بتاعتها فصلت على جنب، تبداي تعمليها كور كده، ودي تبقى الزبده. عايزه تحتفظي بالزبده كده، تحطي كل قطعه في كيس وتعينيها في الفريزر، تستعمليها بس كده كزبده فلاحي في الاكل. حاجه ما شاء الله تبارك الله. حابه بقى تسيحيها سمنه، هنسيحها مع بعض دلوقتي ونشوف هنعمل بيها ايه. طبعا بقى شويه الميه اللي خرجوا منها دول هنعجن بيهم احلى معجنات. اوعي ترمي اي حاجة زي كده، سواء يعني الشرش اللي بيطلع من الجبنة او حتى شوية اللبن اللي بيفصلوا من الزبدة. الاتنين دول بيعتبروا كنز حقيقي في بيتك. هتبدأي بقى تحطي الزبدة على النار. اول ما تغلي معاكي وتبدأ ان هي تفك بقى خالص كده وتتحول للشكل ده، تبدأي تهدي عليها النار. طبعا تقليب كده زي ما احنا شايفين، وتقفي طبعا قدامها. يعني اللي يسيح سمنة بصراحة ما بيتحركش من قدامها، تخليكي واقفة كده وتهدي وتقلبي لغاية ما هتحسي بقى ان كل الرغاوي اللي فوق دي هتبدأ ان هي تهدى، وهتحسي ان اللبن بدأ يكون فيه قطع صغيرة كده. هي دي بقى ايه المرتة بتاعتنا. دايما تخلي ايدك تلف فيها وتجيبي من تحت، لان المرتة سهل جدا ان هي تاخد لون وتتغمق وتبوظ لك كمية السمنة اللي انت بتعمليها.
طبعا زي ما انتوا شايفين انا مش عاملة القشطة بتاعة الجبنة بس، انا عاملة قشطة تانية كانت عندي في الفريزر زي ما طلعتها ووريتها لكم. فالكمية دي علشان ما نبقاش بنقول كلام مش واقعي، مش هتطلع من ال6-7 كيلو لبن اللي انا عاملاهم، لا يعني الكمية دي من قشطة تانية كمان كانت عندي في الفريزر. يعني دي تعتبر مثلا تلت الكمية او حاجة زي كده. خلاص بدأت المرتة تتجمع عندي تحت. انا مش عايزة المرتة تاخد لون غامق علشان ما يغمقش السمنة بتاعتي، وكمان انا مش عايزة ارمي المرتة يعني بصراحة طعمها بيكون حلو جدا وبتكون يعني شهية ومش بحب ارميها، انا بحب اعملها. في ناس كتير جدا تقول ان اللبن يعني او القشطة بتاعت وش اللبن لما بنيجي نعملها ما بتطلعش معانا مرتة وبتطلع حتت كده ناشفة زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده، ما بتكونش سايحة ليه زي المرتة اللي احنا بنشتريها جاهزة. انا هقول لكم بقى على السر ده، وهقول لكم انا بعملها ازاي وازاي هحولها من قطع ناشفة كده يعني شكلها مش زي المرتة اللي بنشتريها تماما، ازاي هتتحول معانا لمرتة طبيعية. اول ما تلاقي المرتة كده اخدت اللون الاصفر الحلو ده ذهبي كده، تبدأي بقى ان انتي تصفيها. جبت مصفى كده يعني زي دي، تكون الفتحات بتاعتها صغيرة قوي، وتبدأي تصفي فيها السمنة بتاعتك. كمية المرتة بقى اللي عندي كده دلوقتي في يعني في أرضية الحلة أو في القاع بتاع الحلة، هنبدأ نشوف هنعمل فيها ايه. عندي السمنة فضيتها وهي سخنة في البرطمانات، طبعا البرطمانات دي نظيفة ومتعقمة. هبدأ بقى ان انا احط فيها السمنة وهستنى عليها لما تهدى كده وتربط او تجمد، وهبدأ ان انا اغطي البرطمانات واحتفظ بيها. كمية ما شاء الله تبارك الله، ويكفي ريحتها كمان يا جماعة. بعد كده اخدت كمية المرتة بقى اللي طلعت معايا، احط عليها حوالي كوباية من اللبن الحليب، وبالهاند بلندر او لو مفيش عندك هاند بلندر هتحطيها في الخلاط وتبدأي تضربي فيها لغاية ما تنعميها تماما. وكل القطع اللي احنا شايفينها قدامنا دي احنا مش عايزين نشوف اي تكتلات، عايزينها تكون خليط ناعم جدا جدا. حتى هي لو تقلت معايا زي ما انا زي ما انتوا شايفين كده تحسوا انها تقلت معايا في الضرب، يعني ممكن تضيفي شوية لبن صغيرين. بعد كده تبدأي بقى ترفعيها تاني على النار وتقلبيها تقليب مستمر كده لغاية ما ايه يعني تبدأ تاخد يعني قوام اتقل شوية. طبعا اللبن هيتبخر منه شوية اثناء ما هي بتغلي، وطبعا احنا منعمينها تماما. طبعا ملحها بيكون هادي لان احنا اصلا مش حاطين في الجبنة من الاول الا معلقة ملح واحدة، فهي تعتبر بدون ملح كده. فتبدأي ان انت بقى تظبطي لها الملح. انا حطيت برضو في الزبدة يا جماعة ملح كمية بسيطة، يعني عشان اللي عايز يعمل زبدة بدون ملح خالص مش هيحط، انما انا كنت حاطة معلقة من الملح. تظبطي لها بقى الملح بتاعها على حسب ما انت حابة تاكلي. فانا برضو ما بحبش ازود ملحها، بحب المرتة دايما كده يكون ملحها هادي زي ما احنا شايفين. وتصبيها بقى في حاجة تفضلي محتفظة بيها، مش هننقلها في حاجة تانية عشان تفضل معاكي اطول فترة ممكنة من غير ما تعفن ولا يجرالها اي حاجة. كده كمية اللبن بتاعتنا شايفين زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله، حوالي 2 كيلو من الجبنة زي ما احنا شايفين كده. يعني شكل الجبنة ما شاء الله يشهي في منتهى النظافة والجمال كأنها زي القشطة بالظبط. عملنا كمية السمنة البلدي، عجنت طبعا شوية كده من العيش بالشرش بتاع اللبن، وكمان هنعمل شوية من القرص وعجنت بيها بيتزا. يعني استعملتها والله ما شاء الله في كذا حاجة وادتني نفس النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. فخسارة جدا جدا ان احنا نتخلص من الحاجات دي او ما نستفدش بيها. انت بتعجني بيها كأنها مكان المية بالظبط، وبدل ما تحطي مية في العجين لا انت بتخلي كل العجين اللي انت هتعمليه بالشرش اللي احنا هنستخدمه ده. وغير الكمات كمان انا عملت بيها برضو عيش شامي بدون زبدة او سمنة او اي حاجة، برضو طلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فبصراحة القشطة لا يعلى عليها. حابة بقى تسيب القشطة زي ما احنا شايفين كده تاكلوها مثلا يعني جنب الاكل فريش كده، حاجة في منتهى الجمال. حبينا نعمل برضو النهاردة شوية معمر. هنجيب برضو اللبن وهنحط عليه من القشطة دي الكمية دي قبل ما ندخله الفرن، وبعد ما يخرج من الفرن كمان هنحط على وشه شوية كده من القشطة. بصراحة كلها خيرات ربنا، يعني دي من نعم ربنا وفضله علينا طول السنة. وإن كان في فصل الشتاء طبعا الأمور بتبقى مختلفة زي ما احنا عارفين لأن اللبن بيكون متوفر. عجنت منها برضو البيتزا اللي احنا شايفينها دي بالشرش من غير ما أضيف أي مية خالص.
طبعا كمية اللبن اللي انا عاملاها مطلعة يعني كمية شرش كويسة، يعني تقدري تستفيدي بيها في كذا حاجة. كده الفيديو بتاعنا خلص. عملنا النهاردة الجبنة القريش، وعملنا كمان السمنة البلدي، وعالجنا المرتة الناشفة اللي بتطلع من قشطة اللبن. فناس كتير جدا كلمتني في الموضوع ده وقالت لي ان ما بيعرفوش يطلعوا مرتة. ان شاء الله بعد الفيديو ده هتطلعي وتبقي استاذة وهتعملي الجبنة القريش مش محتاجة حصيرة برضو لو ما فيش عندك. بصراحة الحاجات دي كنز في بيتنا، ويعني بدل ما بنشتريها النهاردة غالية، وكمان مش بتكون بالنظافة والحلاوة اللي انت بتعملي بيها في بيتك. بشكركم للمتابعة، اتمنى ان شاء الله تدعموني وتدعموا الفيديو باللايك. واللي اول مرة يشوفني انا سمية من مطبخ مصر، ويشرفني جدا ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هنقدمه. ويبقى كرم اخلاق منكم لو انتوا حطيتوا لنا لايك على الفيديو وكمان كومنت حلو منكم كده. اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.